ازاي اتحولت من شخص كسول ما عندوش اهداف ومش بيحب نفسه ولا حتى حد بيحبه وما حققش اي حاجة في حياته، شخص طموح وعنده اهداف وكمان بيسعى لتحقيقها وبيحب نفسه وعنده اكتفاء نفسي وبيتعلم حاجات كتير جدا جديدة. تعالوا نشوف انا عملت كده ازاي. ولكن قبل ما ابدا يا ريت تعملوا لي سبسكرايب بانكم تدوسوا على الزرار الاحمر الموجود تحت الفيديو. بجد انا سعيده جدا ان احنا وصلنا ل 50,000 مشترك، وكمان يا ريت تدوا لي لايك لان ده بيشجعني ان انا اكمل وان انا اعمل فيديوهات اكتر، وبحس انكم مهتمين بالمحتوى اللي انا بقدمه. تقدروا كمان تروحوا انكم تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك، بقدم فيديوهات هناك هتفيدكم جدا. هتلاقوا اللينكات كلها تحت في الديسكربشن بوكس. وبس كده علشان ما اطولش عليكم كتير، يلا نبدا بالفيديو. علشان افتكر ايه سبب التحول ده، بدأت ان انا ارجع بالزمن لورا عشان اكتشف نقطة التحول اللي غيرت بيها حياتي. وصراحة لقيت ان السبب سبب عجيب جدا. اكتشفت ان السبب هو السوشيال ميديا، وفي الحقيقة في اسباب تانية مهمة جدا هقولها في الفيديو ده، ولكن كل الحاجات اللي عرفتها وكل الحاجات اللي ساعدتني ان انا اغير حياتي للافضل كلها عرفتها من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي كانت السبب الاساسي بعد ربنا ان انا اغير حياتي 180 درجة. في الوقت اللي كانت فيه الناس بتعمل صداقات وبتعمل علاقات، في الحقيقة انا كنت قاعدة على اليوتيوب وبسمع فيديوهات من الشرق وفيديوهات من الغرب وبتعلم حاجات كتير جدا وكنت بطبقها، وبجد ساعدتني وغيرت حياتي بشكل كبير جدا. انا الحمد لله ربنا دلني للكويس فيها. ايوه يعني تمام. دلوقتي ايه اتعلمتي من السوشيال ميديا؟ اول حاجة عرفت يعني ايه بولت جورنال. اكيد في ناس كتير دلوقتي بتسمعني ومش عارفة يعني ايه بولت جورنال. ده هيعتبر حاجة ساعدتكم على انكم تاخدوا خطوة لقدام في حاجة جديدة هتساعدكم في تحقيق اهدافكم بعد توفيق ربنا. اكيد البولت جورنال هي عبارة عن اجندة نكتب فيها كل اهدافنا وبنحط خطط للاهداف دي، وبنبدأ ان احنا نتتبع الاهداف دي كل شهر كل اسبوع وكل يوم. اكتب فيها كل مهامي الشهرية ومهامي اليومية والحاجات اللي انا عايزة احققها مع نهاية السنة. ودول تقريبا البولت جورنالز بتوعي اللي انا كنت بستخدمهم في التخطيط ل4 سنين اللي فاتوا، لان دايما كنت بسمع ان مستحيل انك تحقق اهدافك لو ما كتبتهاش. وكنت في الاول بستهزئ بالعبارة دي جدا وبقول يعني ايه، ما انا في كل اهدافي في دماغي. ولكن فعلا لما بدأت ان انا اكتب اهدافي بدأت ان انا احقق جزء كبير جدا منها. بيقولوا لك ان الدماغ هي مش منبع لتخزين الافكار، هي منبع بس لخروج الافكار. ولكن علشان تبدأ تخزن الافكار دي وتخزن الحاجات اللي انت المفروض تعملها وتبدأ انك تفتكرها كلها، اذا كان يوميا او اذا كان شهريا او اذا كان سنويا، يبقى لازم تكتبها. الحمد لله انا عرفت البولت جورنالز دي من فيديوهات كتير اجنبية، لان انا لما عرفت البولت جورنال ما كانش للاسف في اي محتوى عربي بيتكلم يعني ايه بولت جورنال. ولكن دلوقتي هتلاقوا محتويات كتير جدا اذا كان العرب او اجانب بتتكلم عن البولت جورنال بالتفصيل وازاي انكم تعملوها. وانا ان شاء الله هعمل فيديو عن ازاي هعمل البولت جورنال بتاعتي لسنة 2023، فاتأكدوا انكم عاملين سبسكرايب علشان تشوفوا الفيديو ده. الحاجة الثالثة اللي غيرت حياتي هي القراءة. القراءة هي من اكتر الحاجات اللي ساعدتني ازاي ان انا ابص على العالم بنظرة مختلفة تماما، كمان ابص لنفسي نظرة مختلفة، وازاي ان يبقى عندي ثقة في نفسي. يا جماعة اي حد بيقرأ بيسمع الجملة دي كتير، ان عقلك وتفكيرك سابق سنك. وده ليه؟ لانك ببساطة انت بتقرأ لاشخاص عندهم خبرات في مجالات معينة اللي هم بيكتبوا فيها، وعندهم تجارب وعندهم معلومات كتير جدا هتقدر انك تستخدمها او تستخدمها كمراجع انت وبتتكلم وانت بتتناقش مع حد. ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله هيكون الاسبوع اللي جاي هتكلم فيه معاكم عن ازاي ان احنا نلتزم بعادة القراءة، وخصوصا لو انتوا اشخاص مش بتحبوا اصلا القراية زيي. نيجي بقى للجزء المهم جدا في الفيديو ده. كل اللي فات ده اذا كان انك تحقق اهدافك او انك تلتزم بعادة القراءة او انك تتحسن فكريا تتعلم حاجات جديدة، كل الحاجات دي هتبقى ملهاش اي 60 لازمة لو ما عملتش حاجتين، لان الحاجتين دول بجد مهمين جدا. اول حاجة هي الانتظام وانك تجاهد نفسك. لازم تكون عارف انك في اي حاجة او في اي هدف هتبقى ماشي فيه ان هيبقى فيه حاجات كتير جدا هتوقعك، دايما هتقع ولازم تقوم وتحاول تاني، وهتقع وتقوم وتحاول تاني، وممكن بعد ما توصل تحس ان لا ده مش انت وده مش هدفك، وانك كنت ماشي في الحاجة دي علشان بس
رأي الناس، فتبدأ انك تغير الطريق اللي انت كنت ماشي فيه وتجرب طريق غيره وتعمل نفس الموضوع. فلازم تكون مؤمن انك لازم تكون على قد ما تقدر انك بتجاهد نفسك، وانك مفيش حاجة هتوصل لها بالساهل. لازم كمان دايما انك تكون منتظم بالحاجات اللي انت بتعملها، انك بتعمل كل يوم حتى لو جزء صغير جدا من الهدف اللي انت كاتبه. فدايما اقولك قليل دائم خير من كثير منقطع. فلازم دايما تحاول ان يكون ليك مهام يومية بتعملها يوميا حتى لو كانت بسيطة جدا وصغيرة جدا علشان تقربك من الهدف ده. والحاجة التانية بقى واللي هي الحاجة المهمة جدا جدا جدا، وانا لولاها انا ما كنتش هحقق اي حاجة من الحاجات اللي انا حققتها دلوقتي، هي الدعاء. حرفيا انا لما بدعي ربنا الحاجات فعلا بتتحقق. حتى لو انا يعني قعدت فتره مثلا عماله ادعي 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 والحاجه دي مش راضيه تتحقق خالص، ولكن بفضل مستمره في الدعاء بلاقيها انها اتحققت. بعدين اتاخرت شويه ولكن اتحققت. وبجد من اجمل الحاجات اللي ممكن تكتسبها من الدعاء هو انك هتحس كده جواك ان في رضا باي حاجه ربنا هيديها لك، وبيكون عندك صبر ان انا واثق في ربنا ان هو هيحقق لي الحاجه دي. وبفضل مستمرة في الدعاء، والحمد لله بجد اي حاجة انا بدعي بيها بتتحقق. ممكن ما بتتحققش في ساعتها ولكن بتتحقق بعد كده. حرفيا لو بدأتوا تعملوا الحاجات اللي انا قلت عليها في الفيديو ده هتلاقوا فيه تغير كبير جدا وملحوظ في حياتكم وفي طريقة تفكيركم، وهتلاقوا كمان نفسكم انكم مميزين عن الناس اللي في اللي في سنكم والناس اللي في جيلكم، اذا كان فكريا او اذا كان حاجات حققتوها او اسلوب حياة كويس. وبجد الحاجات دي لو بدأت انك تعملها من دلوقتي هتأثر في حياتك المستقبلية بعدين، وهتلاقي ان في تأثير كبير جدا. هو دلوقتي تأثيره دايما الحاجات اللي انا قلتها في الفيديو دي تأثيرها هتلاحظوه على المدى البعيد ومش هتلاحظوه على المدى القريب. مش كل الحاجات يا جماعة اللي انتوا بتبدأوا تعملوها يبقى لازم تلاحظوا نتيجتها ساعتها، لا، بتلاقوا النتيجة بعد كده. فخليكم مستمرين في الحاجات اللي انتوا بتعملوها دلوقتي، وكمان شوفوا ايه الحاجات اللي ممكن تضيفوها عليها، وخليكم مستمرين في الحاجة دي. وصدقوني بعد شوية هتلاقوا فرق كبير جدا في حاجات كتير جدا في حياتكم. وبس كده يكون خلص الفيديو. لو عجبكم الفيديو زي ما قلت لكم يا ريت تعملوا لي لايك، وكمان تعملوا سبسكرايب علشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه، وتقدروا انكم تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك، بقدم هناك فيديوهات هتفيدكم جدا، وهتلاقوا اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس. بما اني قلت طبعا ان السوشيال ميديا هي من اكبر الحاجات اللي ممكن تغير حياتكم 180 درجه، وخصوصا بعد ما تسمعوا الفيديوهات وتبداوا انكم تطبقوها، فخشوا عندي شويه على القناه وابداوا شوفوا الحاجات اللي موجوده عندي كلها. بجد حاجات كنت انا بستعملها وفادتني بشكل كبير جدا، وان شاء الله كمان هتفيدكم انتوا بشكل كبير جدا، فتقدروا تروحوا تشوفوا الفيديوهات دي. وبس كده عشان ما اطولش عليكم كتير، اشوفكم في فيديو جديد ونصيحه جديده. سلام.